بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. استحلفكم بالله مشاهد هذا الفيديو لايك لفعل وشوفوا إلى النهاية وصلوا على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلوات والسلام لعله يكون شفيعا لنا ولكم يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. ولا تنسوا تعملوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس وتوصلوا صوتنا إلى جميع الدول المانحة فضلا وليس أمرا حتى تشوف معنا الشعب الغزاوي الذي يعاني من كل شيء. وبتمنى يا إخوانا أنكم ما تنسونا وتوقفوا معنا في أوقاتنا الصعبة وتدعمونا يا إخوانا لو بشي بسيط. والحمد لله ربنا أكرمنا بربطة خبز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتمنى من يشاهد هذا الفيديو لا يقلب عنه. احنا اليوم اكرمنا بربطة خبز. اشكر المتبرعين على ربطة الخبز واشكر متابعينا ومشتركين على هذه القناة، وبتمنى ان تقفوا معنا وتساعدونا وان توصلوا صوتنا الى ابعد حد، لانه معنات الشعب الغزاوي بحاجة الكم وبحاجة الى دعمكم ووقفتكم معنا. وبتمنى توصلوا صوتنا الى الدول المانحة وتحطوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس. وبتمنى ان تساعدونا وتوقفوا مع شعبكم الغزاويين ومع اخواتكم في الاسلام، لان الشعب الغزاوي يعاني من كل شيء، وان الشعب الغزاوي ما له حدا سوى الله ثم انتم. وبتمنى ان توقفوا معنا لانه احنا بحاجة اليكم كثير. وبتمنى يا اخواننا ما تنسونا، واللي مو قادر انه يساعد يعمل حركات اللي على الشاشه، يعمل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ويوصل صوتنا الى جميع الدول المانحه فضلا وليس امرا، لعل الله يزيدها في ميزان حسناتكم. وهيك انتم بتساعدونا. وبتمنى تنسوا الرابط اللي عندكم وتوصلوه الى احبابكم واصدقائكم لحتى قناتنا ترتفع، واحنا ما لنا سوى الله ثم انتم، ولا تخيبوا ظننا فيكم. وبتمنى أن تدعونا دعوات خير لنا، وبتمنى أن تطمن علينا وتدعونا كيف حالكم، شو أخباركم، الله يفرجها عليكم، الله يهون عليكم. لأنه لما تدعونا أنتوا تعالجونا معنوياتنا احنا بترتاح، وبصير عندنا أمل إنه يعني إنكم بتعالجونا وإنكم بترفعوا من معنويات الشعب الغزاوي. وبتمنى لا تنسونا ولا تنسوا إخواتكم بالإسلام الذي يعانون في قطاع غزة، لأنه في قطاع غزة معاناة الشعب الغزاوي كتير صعبة. وبتمنى لكم يا اخوانا تساعدونا وما تنسونا وتوقفوا معنا في اوقاتنا الصعبة وتدعمونا لو بشي بسيط يا اخوتنا. وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا تصلوا على حبيبنا المصطفى محمد عليه افضل الصلوات والسلام لعله يكون شفيعا لنا ولكم يوم القيامة باذن الله يا رب العالمين.